عاجل البنك الأهلي وبنك مصر قرروا خفض الفائدة عندهم، فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه لانها مهمه جدا. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. والنهارده اعلن البنك الاهلي وبنك مصر رسميا عن تخفيض الفائده عندهم، تخفيض الفائده على الشهادات الدولاريه. البنك الاهلي خفض الفايده على شهادتين بالدولار عنده، وايضا بنك مصر خفض الفائده على شهادتين بالدولار عنده، فيصبح اجمالي الشهادات 4 شهادات تم تخفيض الفائده عليهم. طيب خلونا نبدا بكل تفاصيل الشهادات واحنا ماشيين كده نقول لك الفايده عليها بقت ايه دلوقتي وكانت ايه قبل كده. خلونا نبدا الاول بالبنك الاهلي. البنك الاهلي اول شهاده تم تخفيض الفائده عليها وهي اسمها شهاده الاهلي فورا الدولاريه. الشهادة دي شهادة ثلاثية المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي كان في البنك الأهلي قبل كده 8.5% فأصبح 7.5%. دلوقتي هتلاحظ ان التخفيض اللي حصل في البنك الأهلي بقيمة 1%، لكن في بنك مصر هتلاقيه قيمة 0.5%. لكن الشهادتين هتلاقيهم حاليا العائد عليهم نفس العائد في البنك الأهلي هو في بنك مصر. طب ازاي يا عم؟ لان حصل تخفيض من فتره قريبه من بنك مصر على الشهادتين دول. ساعتها كان البنك الاهلي اعلن وقال ان هو مش هيخفض الفايده على الشهادتين دول وما خفضش ساعتها. حاليا خفض 1%، فالتخفيض اللي حصل من بنك مصر خلال الفتره الاخيره البنك الاهلي عمله في التخفيض ده على بعض فخفض 1%. فزي ما قلنا شهاده الاهلي فورا اصبح العائد عليها حاليا 7.5% بعد ما كان 8.5%. لكن العائد على الشهادة دي بيصرف بالجنيه المصري وبيصرف مقدم في بداية المدة. يعني انت بتاخد اجمالي 3 سنين في بداية المدة من تاني يوم ربط الشهادة وبتاخده بالجنيه المصري بالمعادل بالجنيه المصري. يعني 7.5% دول هتاخدهم اجماليهم 22.5% مصروفين بالجنيه المصري. الحد الادنى لشراء الشهادة دي $1000، والاسترداد على الشهادة ديت متاح بعد مرور 6 شهور. وما بتيجي تسترد فلوسك سواء بعد مرور 6 شهور او بعد انتهاء مدة ال3 سنين بتوعك واستحقاق الشهادة بتاعتك بتسترد بالدولار الامريكي. فرق ما بين ان انت بتاخد العائد مقدم بالجنيه المصري، لكن لما تيجي بتسترد فلوسك بنفس العملة اللي انت مشتري بيها الشهادة بالدولار الامريكي. الاقتراض على الشهادة ديت غير متاح الاقتراض عليها في البنك الاهلي. طيب نفس الشهادة ديت في بنك مصر اسمها شهادة القمة، أيضا شهادة ثلاثية المدة عليها 3 سنوات. العائد عليها كان 8%، دلوقتي أصبح 7.5%. زي ما قلت لك هتلاقي التخفيض في الأهلي 1%، لكن في بنك مصر 0.5%. لكن هتلاقي الشهادة دلوقتي في الاتنين نفس الفايدة، فدي 7.5% هنا و7.5% هنا. برضه بتعمل 22.5%، بتاخده مقدم من تاني يوم ربط الشهادة بالجنيه المصري بما يعادل الجنيه المصري في سعر الصرف ساعتها. الحد الأدنى لشراء الشهادة ديت $1000، وأيضا الاسترداد متاح عليها في بنك مصر بعد مرور 6 شهور، وأيضا بتستردها بالدولار الأمريكي. والاقتراض أيضا غير متاح على الشهادة ديت في بنك مصر زي ما هو غير متاح عليها في البنك الأهلي. بالنسبة لتاني شهادة تم تخفيض الفايدة عليها أيضا في البنكين بالنسبة للبنك الأهلي اسمها شهادة الأهلي بلس. الشهادة دي شهادة ثلاثية المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي في البنك الأهلي كان 6.5%، حصل تخفيض عليها 1% أيضا، بقى العائد عليها دلوقتي 5.5%. ودورية صرف العائد للشهادة ديت ربع سنوي، حضرتك بتاخد العائد كل 3 شهور، لكن هنا بتربط الشهادة بالدولار وبتاخد العائد بالدولار، هتاخده كل 3 شهور بالدولار الأمريكي. وايضا الاسترداد عليها متاح بعد مرور 6 شهور، وايضا لما تيجي تستردها سواء بعد مرور 6 شهور او بعد انتهاء مدة الشهادة بتاعتك بتستردها بالدولار الامريكي. الاقتراض على الشهادة ديت متاح، لكن الاقتراض متاح بقيمة 50%، حد اقصى 50% من القيمة الاسمية بتاعت الشهادة دي. يعني انت لو عامل الشهادة ديت مثلا ب$10,000 والقيمة الاسمية بتاعتها $8,000، فبيقول لك اقصى حاجة 50% من ال$8,000 دول يعني $4,000. لكن الاقتراض عليها متاح بالجنيه المصري فقط. فهنا تقترض لكن تقترض بالجنيه المصري.
ما تتلخبطش ما بين الشهادات. الاولانيه بتربطها بالدولار وبتاخد العائد بالجنيه المصري مقدم وبتستردها بالدولار. التانية بتربطها بالدولار وبتاخد العائد بالدولار، لكن لو هتقترض عليها بتقترض بالجنيه المصري، وزي ما قلنا 50% من القيمة الاسمية او بحد اقصى 10 مليون جنيه. لو الاقتراض بتاعك او القيمة الاسمية بتاعت الشهادة بتاعتك هتعدي ال 10 مليون جنيه، بيقول لك حد اقصى 10 مليون جنيه اقتراض على الشهادة دي. طيب نفس الشهادة في بنك مصر اسمها شهادة إليت، شهادة ثلاثية، المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة ديت في بنك مصر قبل كده كان 6%، حصل تخفيض نص في المية فبقى 5.5%، نفس العائد بتاعت شهادة البنك الأهلي. وأيضا دورية صرف العائد للشهادة ديت ربع سنوي، حضرتك بتاخد العائد كل 3 شهور وبتاخده بالدولار الأمريكي، والاسترداد عليها متاح بعد مرور 6 شهور. وايضا لما بتستردها بعد مرور 6 شهور او بعد استحقاق الشهاده بتاعتك بتستردها بالدولار الامريكي. وايضا نفس التفصيله تقدر تقترض عليها 50% من القيمه الاسميه او بحد اقصى 10 مليون جنيه، والاقتراض متاح بالجنيه المصري. والاربع شهادات يا جماعه متاحين للمصريين ومتاحين للاجانب. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه لا اعجاب حضراتكم واستفدتوا منها ولا استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا اشتركوا في القناه، ما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.